السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض جاتوه المحلات بطريقه سهله جدا وبسيطه، وطريقه الاسبونج دي حلوه جدا، والجاتوه هيطلع هش معاكي جدا وابيض قوي، والقوام والارتفاع بتاع الجاتوه هيبقى حلو جدا معاكي، هيبقى عالي جدا. كل الكميه اللي قدامكم دي من كوبايه وربع دقيق بس. معانا النهارده هنعرف كل المقادير وهعرفه بالجرام وبالكوبايه. بس قبل ما ابتدي الفيديو، لو اول مره تدخل القناه ما تنساش تشترك في القناه ولايك وشير عشان تتابع كل جديد. يلا بينا نشوف المقادير. معايا هنا 4 بيضات متوسطين، ومعايا معلقه صغيره فانيليا، ومعلقه صغيره خل، ونص كوبايه سكر ما يعادل 125 جرام، وكوبايه وربع دقيق ما يعادل 175 جرام، وربع كوبايه نشا ما يعادل 30 جرام، ونص كيس بيكنج باودر او كيك شيف ما يعادل 8 جرام او معلقه كبيره مش مليانه مش هرميه، ومعلقه كبيره محسن جل ما يعادل 20 جرام، ومعايا اقل من ربع كوبايه ميه ما يعادل 50 جرام. وهضرب المكونات دي كلها في العجان لحد ما قوامهم يبقى بالشكل اللي قدامنا ده وابيض ومرتفع. لو ما عندكيش عجان يبقى هتضربيه بالمضرب الكهربائي، بس هتفصلي بقى المواد السائله عن المواد الجافه. هنضرب البيض والسكر مع بعض في الاول لحد ما قوامه يبقى ابيض وفاتح وبقى هش جدا. هضيف بقى المكونات الجافه. انا هنا حطيتها في الصينيه ووزعتها، وعم اعمل بقى الكريمه تكون جاهزه. معايا هنا مقادير الكريمه. معايا كوبايتين كريم شانتيه خام ما يعادل 200 جرام للكوبايه الواحده، يعني 400 جرام. ومعايا نص كوبايه سكر ما يعادل 100 جرام، ومعلقتين كبار كريم باستري، ومع كوبايتين ميه متلجه. لو ما عندكيش كريم باستري البديل ليه لبن البودر، هيدي نفس الطعم او طعم قريب ليه. وهشيل طبقه الكيك اللي تحت واللي فوق علشان ما يديش مراره في طعم الكيك. وهقسم الكيك من النص بحيث ان يكون القطعتين متساويين عشان لما يتحطوا فوق بعض. شايفين الكيكه بيضه جدا ازاي؟ هسقي كيكه بالسيرب او الشربات الخفيف، واحط طبقه كريمه وهوزعها كويس بحيث انها تكون متساويه. وحطيت هنا جولو فراوله وهوزعه كويس على طبقه الكريمه من فوق، وبعد كده هحط طبقه الكيك التانية فوقيها، وبرضه هسقيها بالسيرب او الشربات الخفيف. وما تكتروش السيرب او الشربات علشان خاطر ما يعجنش لان الكيكه بتاعتنا هشه. واحط برضه طبقه الكريمه التانية فوقيها، وهسويها كويس بالسكرابر او السباتشولا، وهسويها كويس بحيث ان الطبقه من فوق يبقى متساوي. ومعايا هنا السكرابر المشرشر ده، وبدات اعمل اشكال من فوق. وبعد كده احطها في التلاجة من 2 ل3 ساعات بحيث ان هي تتماسك كويس عشان لما اجي اقطعها ما تفرولش معايا وتتقطع كويس. هقطع الكيكه بقى انا هنا بعد ما طلعتها من التلاجة، هقطعها كده بالطول بقطع متساويه بحيث ان الاتنين يكونوا متساويين مع بعض. ومعايا هنا جيلو مانجا، ومعايا برضو صوص شوكولاته، وهوزعهم الاتنين مع بعض، الشوكولاته والمانجا هوزعهم كويس مع بعض. هو هنا هيبان ان الشكل مش حلو، بس لما تتقطع وكل قطعه تبقى لوحدها بيبقى شكلها جميل جدا. وهحط في الجزء التاني صوص مانجا بس او جيلو مانجا بس. وهبدأ اقطع الكيكه من الجناب بقطع متساويه عشان يبقى كلهم متساويين. معايا هنا كوبايه كبيره حاطه فيها ميه سخنه، وكل ما بقطع من الجاتو بحطها في كوبايه الميه السخنه وبمسحها بمنديل، وابدا اقطع القطعه بتاعه الجاتو. اخر قطعه هنا انا هنا ما قسمتهاش بالنص، لان علشان لو قسمتها زي القطعه التانية هتكون رفيعه جدا وصغيره جدا، فعملتها مثلثه كده. وبرضو كذلك في القطعه التانية.
شايفين حجم الجاتوه عامل ازاي؟ حلو جدا. وشايفين عملية لي كام قطعة؟ عملية لي 14 قطعة من 4 بيضات وكوباية وربع دقيق، موفرة جدا. انا جبت بقى، هعمل بقى روزيتات على الجاتوه من فوق، وهبدأ ازينه. التزيين ده يعني بمزاجك زي ما انت حابه. وهجيب بقى شوكولاتة انا كنت مسيحاها وحطها على الاشكال اللي بيبقى فيها اشكال دي، عاملاها وردة، وحطها هزينها بيها. شايفين هنا الشكل بدأ يبان. وجايبة برضو كريسبي اللي هو الشوكولاتة المدور اللي هو الكبير والصغير، وهبدأ ازين بيه برضو. وانا هنا الشوكولاتة زينت بيها، بس كانت كنت حطيتها في الكيس من فترة فجمدت معايا، فما كنتش عارفة ازين بيها كويس، وما كانش عندي وقت ان انا اسيحها تاني. فعملت الاشكال بقى شايفين انا بضغط عليها بالعافية عشان تنزل، بس في الاخر طلع شكلها حلو برضو. هجيب بقى الكريسبي اللي هو الكبير والصغير، وهبدأ ازين بيها بقى واحطها على الروزيتات من فوق كده. الكريسبي الكبير حطيته على الروزيتات من فوق، اللي انا ما حطيتش عليها قطع شوكولاته. ودول الكريسبي اللي هو الصغير برضو الشوكولاته الصغير. شايفين الكميه طالعه كتيره ازاي وحلوه. طبعا انتوا لو رحتوا جبتوا يعني الدستة 12 قطعة، ف12 قطعة بمبلغ، انما دي انتي عاملة 14 قطعة ب4 بيضات وكوباية وربع دقيق بس. فطبعا هو موفر جدا معاكي وحلو جدا، وطعمها تحفة جدا 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 زي بتاع بره، والله يمكن احسن بكتير كمان. لو اول مرة تدخل القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان تتابع كل جديد. شايفين ارتفاعها؟